صباح الورد يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة سهل جدا وبسيط. نتيجة مبهرة، مكونات اقتصادية من العيار التقيل. النتيجة عالمية ومفيش اي مجهود تماما، وخطوات بسيطة جدا. كملي الفيديو للآخر مش هتندمي. لايكات وكومنتات لحبيبتك، يلا بينا. اللهم إني وكلتك أمري فكن لي خير وكيل، ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. في بولة هنحط فيها كوبايتين من المية، مية عادية تماما من الفلتر. وبنفس الكوباية اللي عايرنا بيها المية هنحط نص كوباية من السكر، معلقتين كبار من الكاسترد. ما عندكيش كاسترد تقدري تستخدمي معلقتين كبار من النشا، وكيسين من الفانيليا. دوبنا على البارد، رفعنا على النار، القوام تماسك معانا، ركننا الكاسترد على جنب يبرد، غطيناه بكيس من اكياس التلاجة علشان ما يعملش طبقة سميكة تعمل تكتلات معانا في الايس كريم. واصلا اساس الفيديو بتاعنا ازاي نوصل لايس كريم كريمي جدا كأنك جايباه من بره تمام. في بولة تانية 125 جرام من الكريم شانتيه، يعني كوباية هرمية ومعلقة، معلقتين من السكر البودر، كوباية مية مثلجة. ضربنا بمضرب الكهرباء بتاعنا، وصلنا لقوام الكريمة العادية بتاعتنا تماما اللي احنا بنعملها في أي تورتة. كنا طبعا سايبين الكاسترد يبرد، ودي نقطة مهمة، سيبيه لما يبرد تماما بنسبة يعني 70% يبرد. هنا أنا كنت نازلة بالكاسترد مش بارد قوي، فنزلت في الطبق وضربته شوية بالمضرب لحد ما برد وتخلص من السخونة اللي فيه. وبعدين نزلت بالكريمة بتاعتي، هنزل بالكريمة أضرب لمدة 10 دقايق بالكتير لغاية ما يبقى القوام كريمي تماما. في الخطوة دي تقدري تضيفي أي طعم للآيس كريم بتاعك. عايزاه فانيليا يبقى مش هتضيفي أي حاجة تماما، هو كده آيس كريم فانيليا. تضيفي صوص شوكولاتة، يبقى عايزة نص كوباية كاكاو، كوباية من اللبن، نص كوباية من السكر، ربع كوباية من الزيت. والزيت تنزلي بيه سرسوب تماما في الخلاط لحد ما توصلي للسمك اللي انت عايزاه في صوص الشوكولاتة. صوص أسهل صوص للشوكولاتة وتوفير التوفير. عايزة صوص فراولة، معلقتين كده كبار من فراولة المجمدة أو أي فراولة، وتحطيهم على النار مع معلقتين من السكر لغاية ما يدوبوا في بعضيهم. تضربيهم في الخلاط وتضيفي صوص الفراولة، هنا يبقى آيس كريم فراولة. تضيفي كراميل، تضيفي أي طعم. عندي فيديو للكراميل تحفة وبسيط جدا، تقدري تعملي صوص الكراميل. مش عايزة تضيفي أي أطعمة جوه الآيس كريم نفسه، تقدري تعملي آيس كريم فانيلي زي ما انت شايفاه كده، وتضيفي الصوص على الوش وشوية أي مكسرات على الوش، وبالهنا والشفا. حطيناه في علبة التلاجة زي ما انت شايفة، هتدخليه الفريزر. عايزة توصلي لنتيجة أفضل في النعومة، هيخرج من التلاجة بعد ساعتين 3، تكسريه وترجعي تضربيه تاني بمضرب الكهرباء، وترجعيه في العلبة تاني وتدخليه الفريزر.